في هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار أشهر 3 خدع سحرية تعتبر من أذكى وأشهر خدع الشوارع، والتي خدعونا بها السحرة لسنوات طويلة، ومنها خدعة تحريك الكرت في الهواء، وخدعة انتقال قطعة الكرت الممزق إلى تحت ساعة المتحدية، وخدعة إدخال الثعبان في الفم وإخراجه من الأنف. هذه الخدعة الغريبة التي أرعبت كل من شاهدها. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بكشف هذه الخدع. الخدعة الأولى: خدعة تحريك الكرت في الهواء. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أشهر وأقدم الخدع السحرية التي قام بها سحرة شهيرين جدا، وأذهلوا بها كل من شاهدهم. دعوني أقوم بتجربة الخدع معكم بشكل سريع. شوفوا الكرت هذا ولا فيه أي حاجة، صح؟ أوكي، لا فيه أي شيء. أسوي كده. فما هو السر هنا؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة هو أن الساحر يستخدم لتحريك هذا الكرت خيوط غير مرئية كهذه، حيث يقوم أولا بأخذ قطعة صغيرة من هذه الخيوط، ويضع على إحدى أطرافها قطعة صغيرة من الشمع، ويلصق هذا الخيط وسط الكرت بهذا الشكل، وأما الطرف الآخر من الخيط فيضع عليه أيضا قطعة من الشمع الأبيض، ثم يضع الخيط في فمه أو يلصقه على جبهته أو رأسه بهذا الشكل. وهنا لن يظهر الخيط للمشاهدين، بل وحتى وإن قام بتحريك يده بهذا الشكل على الكرت فلن ينقطع الخيط لأنه مطاطي. ليقوم الساحر بعدها بعمل كل هذه الحركات بكل بساطة. طبعا هذه الخدعة تحتاج إلى تدريب ومهارة عالية جدا، ويختلف أداؤها من ساحر إلى آخر. يمكنكم شراء هذه الخيوط الغير مرئية من متجري على أمازون أو متجري على سوق كوم المصري. الخدعة الثانية: خدعة انتقال قطعة الكرت الممزق إلى تحت ساعة المتحدية. تعتبر هذه الخدعة أيضا واحدة من أشهر الخدع السحرية التي قام بها العديد من السحرة، بل وتم أدائها على مسرح برنامج المواهب جوت تالنت، وأذهلت الخدع أعضاء لجنة التحكيم، وقد قمت أنا أيضا بأدائها في فيديوهاتي السابقة، وظن بعض المتابعين أنني كنت متفق مع هذا الرجل. شاهدوا الخدعة أولا ثم أشرح لكم سرها. أنت اطرح أصبعك على أي كرت تشتي، اطرح أصبعك على أي كرت بسرعة، على أي كرت، على هذا الكرت. طيب لو أخذنا مثلا هذا الكرت، إيش كان كرت؟ 10. العشرة، نأخذ العشرة هذه، أوكي تمام، نسوي بها كذا، أوكي قطعناها، بنسوي بالعشرة كذا، 1 2 3، رميناها للصندوق. العشرة اختفت، افتح الصندوق، طبعا الفتحة من عندك مش من عندي، ها من عندك. هاي ايش داخل؟ صور، شوفني متطابقة. فما هو السر هنا؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة هو أن هذا الكرت قمت ببتره وتمزيقه من قبل بهذا الشكل، ثم وضعه على أوراق اللعب، ثم أقوم بعرض أوراق اللعب وأطلب من المتحدي أن يضع أصبعه على أي كرت يريده، ولكنني هنا لا أقدم له الكرت الذي اختاره فعلا، بل أعرض عليه الكرت المبتور مسبقا، فعند عرضه أضع أصابعي على الكرت بهذا الشكل حتى لا يظهر أنه مبتور. بعدها أتظاهر أنني أقوم بتمزيقه.
لتختفي قطعة الكرت من يدي وتظهر بداخل هذا الصندوق. وطبعا هذه القطعة وضعتها في الصندوق دون أن يشعر أحد قبل بدء التصوير، كما قام هذا الساحر بوضع هذه القطعة تحت ساعة الفتاة دون أن تشعر. الخدعة الثالثة، خدعة إدخال الثعبان من الأنف وإخراجه من الفم. خدعة مرعبة ومحيرة في نفس الوقت، فكيف لهذا الرجل القدرة على إدخال الثعبان من أنفه وإخراجه من فمه؟ فما هو السر هنا؟ وهل ما يحدث حقيقة أم سحر؟ في الحقيقة كل ما تراه هو حقيقي فعلا، وليس هناك أي سحر أو خدعة في هذا الأمر، حيث يقوم هذا الرجل بإدخال الثعبان في فتحة أنفه حتى يخرج من أعلى البلعوم، ليقوم بسحبه بيده إلى الخارج ويظهر وهو يخرج من فمه فعلا. طبعا هذه الخدعة لا يمكن لأي شخص عملها، فهي خدعة خطيرة جدا، ويجب على مؤديها أن يخضع للعديد من الفحوصات والتمارين قبل تأديتها. خدعة تداخل الأصابع. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أكثر الخدع البصرية شهرة وشعبية، ورغم بساطتها إلا أنها تخلق جوا من السحر والذهول في أعين المشاهدين، حيث تظهر أصابع يد الساحر وكأنها تلتهم وتخترق أصابع اليد الأخرى، بل ويمكن عمل هذه الخدعة بطريقة أخرى كهذه مثلا. فما هو سر هذه الخدعة البصرية؟ دعوني أولا أقوم بتجربتها معكم بشكل سريع. فكيف يتم عمل هذه الخدعة؟ في الحقيقة الخدعة بسيطة جدا، ويمكن لأي شخص تطبيقها وإدهاش أصدقائه. أولا، قم بوضع الأصابع بهذه الطريقة، ثم قم بحني جميع الأصابع بشكل جزئي، ثم بعدها قم بحني الأصابع الأمامية إلى الداخل بهذا الشكل، وفي نفس اللحظة أعد رفع الأصابع الخلفية إلى الأعلى بهذا الشكل تماما. طبعا كل هذا يحدث خلال جزء من الثانية لتصبح الخدعة بهذا الشكل. وأما الطريقة الثانية فتتم بهذا الشكل. ضع اليد الأولى بهذه الطريقة، ثم قم بالقبض على الأصابع بيدك الأخرى بهذا الشكل. بعدها وبشكل سريع قم بحني أصابع اليد اليسرى ورفع أصابع اليد اليمنى بهذا الشكل. في الختام، ما هي الخدعة التي أبهرتك أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركنا رأيك في التعليقات.